الزمالك يبدا قدام الاهلي نهائي كاس مصر 4-3-3 ولا يبدا 4-2-3-1؟ ليه بقى 2-3-1 وليه 4-3-3؟ لان الزمالك في معظم الماتشات اللي فاتت بدا الجيم بدونجا لا خلاف عن نص ملعب الزمالك ان دونجا هو اللعيب اللي حاجز مركزه. طب مره دونجا بدا جنبه رؤى في ماتش ابو سليم، ومره بدا جنبه محمد شحاته وعبد الله السعيد في 4-3-3 قدام الاسماعيلي، وبعدين ماتش الداخليه بدا جنبه سيف جعفر. عبد الله السعيد في وقته كله مع الزمالك لعب جيم ونص، لعيب رقم 8 في 2 نص ملعب. عبد الله جنب دونجا. انا بشوف ان جوزيه جوميز ما يقدرش يلعب كده ابدا قدام الاهلي، لان اللعب قدام الاهلي كوم تاني خالص غير لما تلعب قدام الداخليه او مسلم او الاسماعيلي، مع كامل الاحترام. الاهلي يعني مروان عطيه، يعني كوكا، يعني السوليه، يعني امام عاشور، يعني حسين الشحات، بيرسي تاو، معركه نص الملعب. الاهلي واحد من افضل الفرق اللي عندها نص ملعب في مصر وفي افريقيا بالتاكيد. فتعالوا نتخيل مين اللعيبه اللي ممكن تتواجد في شكل فرقه الزمالك في ماتش السوق، ماتش نهائي الكاس. هل الزمالك يبدا 4-2-3-1 ولا يبدا 4-3-3؟ وايه التشكيل المتوقع؟ اول الخلاف صبحي ولا عواد؟ انا بشوف انه صبحي، لان ادى صبحي ماتشين بتوع الدوري وادى عواد ماتش في افريقيا. اتخيل انه يكون عنده ثقه اكتر في صبحي. الباك رايت عمر جابر مليون في المية متألق جدا مع الراجل. حمزة المسلوسي اللي اكتشف نفسه في مركز المساك خلاص. جنبه حسام عبد المجيد اللي لعب الثلاث ماتشات مع جوميز، وعلى الشمال احمد فتوح اللي هيستعيد مكانه، اعتقد انه لعب 60 دقيقة في ماتش الداخلية. نص الملعب دونجا لا خلاف عن دونجا. انا بقول بقى الزمالك يلعب 4-2-3-1، دونجا جنبه لعيب تاني اللي هو رؤى، محمد اشرف رؤى. انا عارف ان جمهور الزمالك بيقول لك رؤى وجبنا الزمالك جاب صفقات وعنده صفقات. لا، رؤى هيلعب جنب دونجا. اعتقد الزمالك ما يقدرش يلعب الاهلي بلعيب واحد، وجنبهم عبد الله السعيد، يعني 4-2-3. عبد الله يلعب بلاي ميكر رقم 10، على يمينه زيزو، على شماله مصطفى شلبي، وقدامهم سيف الجزيري. ده تخيلي انا الشخصي. انا بقول جوزيه جوميز هيروح لناصر منسي مش سيف الجزيري. انا بقول من وجهه نظر ايه التشكيله الافضل للفرقتين زي ما قلنا في الاهلي، فبقول كده في الزمالك. طب ناصر ماهر، انا بشوف ناصر ماهر يكون ورقه على الدكه، لان ناصر لو لعب هيلعب جناح، وجناحه بيضم للعمق طول الوقت، فبيفضي الطرف الشمال ده للزمالك. فالزمالك محتاج يكون عنده جبهه شمال قويه تواجه بيرسي تاو ومحمد هاني وتقلل تقدم محمد هاني. فاعتقد الزمالك محتاج مصطفى شلبي عشان يلعب في ظهره احمد فتوح. والزمالك الاوبشن الثاني لو لعب 4-3-3 انه يلعب بدونجا، وعلى شماله عبد الله السعيد، وعلى يمينه محمد شحاته. الزمالك لازم يكون عنده 2 لعيبه عندهم ادوار دفاعيه، او لعيبه اقوياء في الضغط، لعيبه تقدر تستخلص الكوره، لان نص ملعب الاهلي قوي جدا. ده تخيلي لشكل تشكيل الزمالك. قولوا لي رايكم ايه في الكومنتس. قولوا لنا مين هيبدا، صبحي ولا عواد؟ مين هيلعب في نص الملعب؟ مين هيلعب مهاجم في تشكيله الزمالك؟ ناصر ماهر هيبدا ولا لا؟ انا قلت لكم تشكيلتي، قولوا لي انتوا كمان تشكيلتكم.